اول مره اشوف كشري وطاجن في نفس الطبق. لو انت بقى من الناس اللي بتحب الكشري وطبق واحد لا يكفي ولازم تطلب كمالة او طبق كمان، فالوجبة دي ليك. والوجبة دي عبارة عن نص طن كشري معاهم طاجن لحمة او فراخ او سجق، وبيجي معاهم 2 سلطة و2 صلصة وكيس عيش كده محمص. والوجبة دي من كشري الخديوي واسمها وجبة الوليمة، وسعرها 90 جنيه للحمة والسجق و95 جنيه للفراخ. والفرع اللي احنا بنجربه ده فرع المؤسسة، وزي ما انت شايف كده الفرع فخم قوي والخدمة فيه عالية قوي. يعني ممكن تخرج خروجة كويسة وتقعد قاعدة رايقة وما تدفعش الا 90 جنيه بس، وتاكل كمان اكلة كويسة ويبقى منك كمان اكل. بدأنا بقى بكيس العيش المحمص ده، وكان بطعم الملح والزعتر، وكان محمص جدا وطعمه كويس قوي. طاجن الفراخ بقى كانت الصلصة بتاعته مظبوطة قوي، والمكرونة بتاعته كانت مستوية كويس، وطعم الفراخ كان كويس قوي، خصوصا كمان بقى لو حطيت شوية دقة عليه كده هيخلي طعمه في حتة تانية. حجم الطبق كبير زي ما انت شايف كده ويكفي فردين مرتاح جدا. الكشري بقى كان مظبوط قوي، الصلصة بتاعته مظبوطة جدا، وعليه بقى شوية بصل فوق كده محمص، وعليه شوية حمص كده، كان الطعم بتاعه جامد قوي. خصوصا برضو لو حاطين عليه بقى شوية دقة كده، الدقة بتاعتهم كانت جامدة قوي. وخلي بالك الشطة بتاعتهم سبايسي قوي. قعدنا بقى قلبنا كل الكلام ده على بعضه كده وخدنا اول معلقة، وبصراحة طعم الكشري كان جامد قوي، والخديوي من احسن الناس اللي بتعمل كشري في مصر. وبكده تكون انتهت تجربتنا النهاردة. لايك وفولو عشان في تجارب تانية جامدة جدا.